ازيكم يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويا رب يا رب يا رب حياتكم تكون مليانة بالطاقة الإيجابية والحب. النهاردة معانا صينية جلاش باللحمة المفرومة، هتاكلوا صوابعكم وراها. طبعا هي أكلة سريعة وموفرة ولذيذة، طعمها حلو جدا ومشهية، بيحبوها الكبار والصغيرين، ومليانة بالعناصر الغذائية. فيها بسطرمة وفيها فلفل كوبي مليان بالفيتامينات والأملاح المعدنية، وفيها طماطم وفيها موتزاريلا. النهاردة هشرحها لكم بكل تكاتها وحركاتها من مطبخ مارجو. ما تسيبونيش ولا تروحوا في حتة، خليكم معايا عشان تعرفوها بكل تكاتها وحركاتها. بس بعد الانترو انزل يا ابني بالانترو. معايا دلوقتي مكونات صينية الجلاش اللي بالبسطرمة. معايا كمية من السمنة حلوة، معاها كمية من اللبن، ولفة جلاش نص كيلو، وزيتون، وبسطرمة، وباكو بيكنج باودر، وادي كيس الموزاريلا، ومعايا بتاع 3 طماطمات، وحوالي 3-4 فلفلات. هي دي كل المكونات، حاجات بسيطة جدا هتطلع لي وجبة كاملة متكاملة. ومعايا كمان باكيتة من اللبن اللي هي عبارة عن كوباية لبن، هتطلع لي وجبة كاملة متكاملة. هناكل كلنا صوابعنا وراها، الصغيرين بيحبوها والكبار بيحبوها. ادي كمية من اللبن حوالي كوباية، وعليها حوالي نص كوباية من السمنة. عايزة تحطي 2-3 من الزيت عشان تخليها مقرمشة، هتبقى حلوة برضو. هسخنها شوية على النار، وهحط معلقة من البيكنج باودر، ولازم كمان احط لها الملح بتاعها والفلفل بتاعها الكفاية عشان تبقى طعمها حلو ومش عادبة. هتسخن شوية على النار، وهبتدي معاكم واقطع الفلفل بتاعي. الفلفل الكوبي ده على فكرة كنز ربنا مديهولنا، مليان بكمية كبيرة جدا من الفيتامينات والأملاح المعدنية، بالأخص فيتامين سي. هكتر منه، بيدي للأكل طعم حلو جدا وبيفتح النفس ومغذي. هخلص كل تقطيع الفلفل، خلوكم معايا ما تروحوش في حتة بعيد. اديني قطعته وحطيته في الطبق. بعد كده هوضب الحاجة التانية اللي بحطها في الصينية. طبعا هقطع الطماطم. ادي قدامي اللبن اللي محطوط عليه السمنة، طبعا سمنة بلدي بيبقى طعمها حلو. حطيت عليه بيكنج باودر، وحطيت عليه ملح وفلفل، وهبتدي اديله تقليبة حلوة كده، وهدهن منه الصينية في القعر بتاعها علشان ابتدي اطلع من اللفة بتاعت الجلاش ورقة او ورقتين، وهدهن بين كل ورقتين من الصوص اللي انا عاملاه ده، اللي هو عبارة عن سمنة ولبن. طبعا انا حاطه بيكنج باودر عشان البيكنج باودر بيخليه يورق ويدي هشاشة حلوة، ما تبقاش الصينية مكبوسة. بصوا ايديا سريعة عشان الحاجات ديت فترة، مش باردة ومش سخنة. هخلص نص كمية الجلاش، وبين كل ورقتين هحط كمية حلوة من السمنة واللبن. وزي ما انتوا شايفيني ايدي سريعة، انا ايدي واخدة على المطبخ حلو قوي. ممكن تتعلم مني اي بنوتة او اي ست بيت لسه في مبدأ حياتها، هتعمل معايا حاجات حلوة ومشهية وتفرح اهل بيتها. ابتديت بعد ما خلصت نص الكمية ارص البسطرمة في النص، برصها رصة حلوة عشان لما اجي اقطعها تبقى موجود بسطرمة في كل القطع اللي موجودة في الصينية. بعد ما رصيتها رصة حلوة بالتساوي على كل الصينية، هوزع الفلفل الاخضر بالتساوي هو والزيتون في كل الصينية. طبعا الطماطم انا ما بكترش منها قوي علشان خاطر ما تطريش الاكل بتاعي، انا بدهنه بالسمنة. السمنة بتورقه هو واللبن. حطيت كل المكونات زي ما انتوا شايفين، شكلها حلو جدا. الخضار ده مكونات غذائية كاملة العناصر. بعد ما رصيته هحط فوقه كمية من الموتزاريلا، بتدي مطة حلوة وبتكمل العناصر الغذائية بالبروتينات مع البسطرمة. طبعا بروتين اللبن حاجة لازمة، مليان بالكالسيوم ومليان بالمعادن. شايفين منظر الصينية؟ يامي يامي، حاجة تفتح النفس. عاشت ايديكي يا بنت يا مارجو، احلى صينية جلاش دي ولا ايه؟ انا عايزاكوا تيجوا تشموا ريحة الخضار معايا. طبعا بعد ما رصيت الموتزاريلا هبتدي احط اول طبقة تاني من الجلاش، وهورقها تاني بسمنة ولبن،
وهبتدي طبقة ورا طبقة ورا طبقة لحد ما اخلص كل كمية الجلاش اللي معايا، وبين كل طبقتين برضو كمية من السمنة واللبن. خليكي صبورة في المطبخ وما تحاوليش تسرعي قوي 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 عشان الحاجة ما تبص منك. كل الاكل دلوقتي بيتكلف، وتعيشوا وتاكلوا وتعيشوا وتعملوا. طبعا شايفيني عمالة اخلص، ادي اخر ورقتين، ابتديت انزل اخر كمية على الصينية وابتديت اقطعها. طبعا بوازنها هتطلع كام حتة، عدد افراد اسرتي كام حتة. زي ما انتوا شايفيني ايدي ملحقة على السكينة علشان خاطر الورق ما يطلعش معايا في الصينية، وبقطعها بالراحة وبالعقل علشان خاطر ما تتفركش. شايفين ايديا؟ طبعا ريحة السمنة واللبن طالعة عليا، معاها ريحة الفلفل الكوبي، معاها ريحة الموتزاريلا، حاجة كده تحفة. انا عايزاكم تيجوا تشموا الريحة معايا. يامي يامي، احلى صينية جلاش بالبسطرمة دي ولا ايه؟ عاشت ايديك يا شيف مارجو. بصوا بوازنها ازاي، انا بحب كل حاجة تطلع بالعدد عشان كل واحد ياكل فينا العدد المحدد له. طبعا انا طلعتها في حدود 14 قطعة او 12 قطعة. لسه بكمل تقطيعها. طبعا التقطيع بياخد وقت عشان خاطر ما فركش الصينية. لازم السكينة تبقى حامية علشان تقطع معاكي طبقات الجلاش من اول الوش لحد القعر او لحد قاعدة الصينية. قبل ما ابدأ انا كنت فتحت الفرن وخليته يسخن جدا جدا علشان يستلقى صينية الجلاش بالبسطرمة بتاعتي. طبعا صينية الجلاش بالبسطرمة بعد ما قطعتها هبتدي اسيبها او احطها جوه الفرن. خليكم معايا وما تروحوش في حتة تانية، هكمل معاكم صينية الجلاش بالبسطرمة. احلى صينية جلاش دي ولا ايه؟ خلصتها وقطعتها، شايفين منظرها يجنن ازاي؟ هبتدي افتح الفرن بتاعي اللي متسخن على 180 درجة واحط الصينية اللي انتوا شايفينها شكلها تحفة دي. شايفين معايا الملح والفلفل؟ شايفين الفلفل اللي بيديلها طعم حلو جدا، الفلفل الحب اللي انا طحناه. معذرة عندي شوية برد. طبعا انا بحب افرجكم شكل الصينية كده قبل ما ادخلها الفرن، شكلها حلو جدا. هفتح الفرن واحط الصينية بتاعتي. الفرن متسخن قبل كده، وهسخن حوالي نص كوباية لبن. بعد ما تسخن الصينية شوية، يعني تقعد حوالي 10 دقايق في الفرن، هبتدي افتح عليها واحط اللبن اللي انا مسخناه سخنة زي دمع العين كده، وابتدي اقفل الفرن تاني عليها. وطبعا اتابعها من بره اهي عمالة تحمر معايا. بعد ما الجناب بتاعتها تصفر شوية هفتح عليها الشواية عشان وشها ياخد وش احمر وحلو كده. طبعا بتاخد حوالي تلت ساعة في الفرن، حوالي ربع ساعة من تحت، وبعد كده 5 دقايق الشواية والفرن مع بعض. شايفين منظر الصينية يفتح النفس ازاي؟ حاجة تحفة تجنن. عاشت ايديك يا شيف مارجو. انا عايزاكوا تيجوا تشموا الريحة معايا تجنن. دلوقتي بقى بعد ما هطلعها من الفرن هبتدي اقطعها واعيد على تقطيعها تاني حته بحته عشان خاطر الحشوه بتاعتها ما تتفركش، وابتدي احطها في اطباق التقديم. خليكم معايا وما تروحوش في حته تانية عشان تاكلوا معايا صينيه الجلاش بالبسطرمه. اديني بعيد على تقطيعها اهو. شايفيني؟ شايفين منظر الحته طالعه حلوه وهشه ازاي من البيكنج باودر؟ واديكوا شايفين وسط التقطيعات الجبنه الموتزاريلا ساحت وسط الجلاش. عماله اطلعها من الجناب عشان لما اجي اشيلها بالشياله ما تمسكش معايا في الصينيه، الجناب بتبقى لازقه بسبب اللبن. هبتدي دلوقتي بالشياله احاول اطلع اول قطعه فيها. طبعا اول قطعه ممكن تطلع متفركشه شويه مش مشكله، المهم باقي الصينيه. اجي بالشياله بشيل اول قطعه وبغرف في الطباق وبرص السفره بتاعتي مع احلى جلاش بالبسطرمه. تعالوا شموا الريحه معايا ودوقوا معايا تجنن. ودلوقتي اللي شاف الفيديو معايا وعجبه طريقتي في عمل الجلاش بالبسطرمه يحكي معايا ويقول لي هو بيتفرج عليا منين،
وهل عجبته طريقتي ولا لا؟ عايزه اشوف تعليقاتكم في الكومنتات. اكتبوا لي تعليقات حلوه تفتح نفسي وتشجعني على اني اواصل واعمل لكم اكلات شهيه. واستنوني في الطبخه الجايه من مطبخ مارجو. بحبكم كلكم. باي باي.